وحنتكلم اليوم عن مين؟ عن الخديوي إسماعيل. هو يا ترى حافد مين؟ محمد علي ابنه إبراهيم. حصل في عهده أكبر توسع لمصر في إفريقيا لاهتمامه بالبعثات استكشافية لإفريقيا، ولاهتمامه بحاجة أساسية هي توسيع حدود مصر الجنوبية. طب إيه دوافعه لعمل البعثات الاستكشافية لإفريقيا؟ الدفع الأول إنساني، والشخصي ده التاني، وفيه كمان 3 تانيين اصبر راح أقولهم بعدين. الدفع الأول ده استكمال لما بدأوا ساعد باشا ومحمد علي جده من محاربة تجارة الرقيق، ده دافع إنساني عنده. ولكي يعلي من شأنه بالدفع التاني شخصي، تكوين إمبراطورية له حصري إفريقية الوقف أطمع أوروبا في إفريقيا ويحقق طموحه الشخصي. والدفع التالت ده استكشاف منابع النيل كاستكمال لما بدأوا برضو محمد علي جده. والدفع الرابع ده إدخال حضارة حديثة لإفريقيا. أما الخامس جه تأكيد على الوحدة اقتصادية وجغرافية بين مصر والشعوب الإفريقية، وترابط بين مصر ومين؟ دول كل حوض النيل. والتحقيق كل دافع من اللي فات قام بإرسال رحلات وحملات استكشافية كان على رأسها ضباط أجانب ومصريين. من النتائج اللي ترتبت عليها رسم خرايط مفصلة للمناطق اللي وصلوا إليها، واكتشاف منابع النيل الاستوائية، واكتشاف من الحبشة جهات شرقية، وتوسيع حدود مصر الجنوبية.